السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله جايه لكم فيديو جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل ايه. يا صباح النشاط كله، يا صباح ايه، يا صباح الحلويات. تعالوا بقى اقول لكم انا بعمل ايه. انت عماله مشمره كده يا ايمان وعماله تدعكي في ايه؟ انا دخلت المذبح يعني عندنا النهارده هنغسل مع بعض الكرشه والممبار. ونقلب كده الممبار. بصوا المية بقت عاملة ازاي، يعني انتوا شايفين الوضع بيتكلم عن نفسه. تعالوا كده نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل ايه في الممبار بتاعنا والكرشة بتاعتنا، وبنغسله ازاي مبقاش فيه اي زفارة وتقعدي تشمي فيه كده كأنه لا ممبار ولا كرشة. تعالوا اوريكم احنا عملنا ايه وقلبناه ازاي وبكل سهولة عملناه. يلا كده تعالوا اخدكم. بصوا، يعني في احلى واسهل من كده؟ لا مفيش طبعا. تعالى اقول لكم هنعمل ايه النهارده. بسم الله. احنا دلوقتي انا جبت الممبار من الجزار، كتر خيره قوي، هو موفر عليا قلبان مره. انا كنت مفروض بجيبه بقلبه مرتين، بس هو الجزار مخليهولي على الناحيه الناعمه. واحنا طبعا بنحشيه، يعني احنا بنحشيه بتكون الناحية الناعمة دي جوه، والناحية اللي هي سمينة شوية او فيها الدهون دي بتكون بره. بس كتر خيره هو قلبهولي مرة. بس تعالوا بقى نشوف هنغسل ازاي. ولا احط له خل ولا احط له ليمون، ومش هيبقى فيه اي زفارة بمكونين اتنين بس. تعالوا اوريكم وهنقلبه ازاي بكل سهولة. انا هنا قفلت حوضي، لو ما عندكيش الحوض اللي بيتقفل زي كده هتضطري تجيبي حلة كبيرة وتعملي فيها اللي انا هعمله دلوقتي. الطبق اللي قدامكم ده فيه دقيق على ملح، بس الملح يكون زيادة حبتين تلاتة عشان وانتي بتدعكي زي كده يطلع لك اي حاجة في الممبار. بصوا بقى، انا حطيته هنا كده في الحوض وبدأت ارش عليه كمية دقيق بالملح ده، كمية حلوة جدا ومحترمة، وبدأت ادعك فيه بقى. يعني بصوا دعك كده كأنك بتدعكي الهدوم، عارفين قبل الغسالات وقبل الحاجات دي لما كانوا بيدعكوا الهدوم، اهو فعلا كده تدعكي بقى لحد ما تقدري. وهو اصلا الجزار بيبقى مديهولك، يعني مثلا شايل منه النعومية اللي فيه دي، ولو حتى مش شايل منه النعومية اللي فيه دي، مع الدقيق وخشناه بالملح هيروح كل النعومية اللي فيه. انا كده دعكته كويس جدا. تعالوا بقى افتح المية عليه كده ونشطفه من الدقيق والدعك اللي دعكناه. انا هوريكم دلوقتي الممبار بعد ما يتغسل كأن المية بتاعته راقت، عارفة كأنها نازلة من الحنفية. يعني خلاص ده مبقاش ممبار، ولا ريحته ولا المية بتاعته. بصوا بقى، انا بعد ما دعكته بالدقيق كده بقى بشطفه ايه واحدة واحدة. هو لسه معايا طويل بس انا هقصه، يعني هقصقصه بقى كده بحيث ان تبقاش الممبرايه بطولها كده. هنا كده خلاص انا غسلته المره الاولى. تعالوا بقى نقلبه على الوش اللي مفروض يعني كده هنحشي عليه. احنا غسلنا اهو، غسلنا ظهره اللي مقلوب ليا. تعالوا بقى نعمل يعني نقلبه. بصوا بقى انا هقلبه ازاي. بصوا تعالوا هسك الميه بتاعتي. انا هنا الاول قبل ما اقلبه انا شطفته كمان مره. تعالوا بس اوريكم، تعالوا اوريكم الميه نازله منه عامله ازاي. بصوا رايقه وما فيهاش اي حاجه بعد الدقيق والملح. تعالوا يلا بينا بقى نقلب. انا هقلبه على الحنفيه، ما تفتحيش الحنفيه زي ما انا عملت كده، لا كده غلط، انا بوريكي بس. هتفتحي الحنفيه قبل ما تحطيه هتطرطش عليكي وتغرقك من اولك لاخرك. بصي زي كده، بصي اهو. هعمل ايه؟ مش هفتح الحنفية غير لما البسه يعني البس الممبراية في الحنفية. هوريكي اهو. بصي بقى تعالي، انا هقفل الحنفية البس الممبراية الاول. بصوا بقى العظمة. بصوا اهو. هلبس كده واروح فاتحة الحنفية. في اسهل من كده؟ لا مفيش اسهل من كده. تعالوا اعمل لكم واحدة ورا واحدة ورا واحدة عشان الفكرة تثبت اكتر. اوعي تفتحي المية غير اما تلبسي الممبار للحنفية. تعالوا خدوا واحدة كمان كده. بصي انا لبست
مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده. هقلب بقى كل الكميه اللي معايا بتاعه الممبار، وطبعا زي ما قلت لكم انا قصقصته، بس وانا بقصه دي ما جاتش في الفيديو عشان ما يبقاش طويل معايا. لا انا يعني خلاص ما عدتش عايزه طوله ده في حاجه. بصي ادي واحده كمان، تعالي بس شوفي، تعالي اهو في ثواني هقلبهم. انا حابه اعمل معاكم اكتر واكتر واكتر في القلب ده عشان تشوفوا احنا بنعمل ايه. بصي بصي بقى، اللي تعصلك معاكي شويه كده وان شاء الله مفيش اي حاجه هتعصلك، انتي يعني ساعديها بايديكي. تعالوا بقى خلاص كده قلبناه كله. هنغسل بقى الوش اللي اتقلب عليه زي ما غسلنا الوش اللي فات. هفضيه، هقفل الحوض وافضيه، وقلتلك انتي استعملي حله لو ما عندكيش الحوض اللي بيتقفل. وارش بقى كميه حلوه جدا محترمه زي ما عملت في الوش اللي فات. بصوا بصوا شويه الميه رايقين، ميه نظيفه خلاص. هرش كده ونديها فمين زي اللي فاتوا. بصوا بقى، بس كده انا اقدر كده دلوقتي بعد الغسل احشيه او عينه في الفريزر، وهتشمي بعد الدقيق والملح ولا زفارة ولا ريحة ممبار اصلا. بس كده تعالوا بقى نشطف بعد المرة دي. طب لو الجزار مديهوني على الوش ده، يبقى انتي هتضطري كده تقلبيه مرتين. انتي هتغسلي الاول على الوش ده، بعدين تقلبي في الحنفية على الوش الناعم وتغسلي، وبعدين ترجعي تقلبيه تاني بقى على الوش اللي كان معاكي في الاول. فانتي لو الجزار مديهولك على الوش اللي مش ناعم، على الوش اللي فيه دهنه ده، انتي هتقلبي 3 مرات، مش زي كده قلبته مرتين. بس كده بصوا انا بكلمكم بقى على وش الايه اللي بيعمل الممبار، عارف، على الوش اللي هو فيه يعني دهنه كده او حته سمينه كده. انا ساعات الجزارين يعملوه ازاي، يشيلوا الدهنه خالص اللي فيه دي. لا انا ما احبوش كده، يعني انا احبه سمين شويه، بس ما يسيبش الدهنه كلها وما يشيلهاش كلها. تعالوا اوريكم، ده ممبار، ده شمع، ده فل كده. بس كده غسلت. في اسهل من كده؟ لا مفيش اسهل من كده. تعالوا عشان نتاكد كمان مره زياده التاكيد، نشطفه تحت الحنفيه ونحطه في مصفى يتصفى. عايزه بقى تحطيه في الفريزر، تعبي في اكياس وتحطي في الفريزر لغايه ما تحبي تعملي، ماشي. عايزه تعملي دلوقتي خلاص ما عندكيش اي مشكله. هسيبه بقى انا يتصفى شويه، وانا طبعا مش هعمل النهارده لانه كرشه وممبار وغسيل، فممكن ان شاء الله اعمل بكره منه. تعالوا بقى نجيب الكرشه. الكرشه دي زي ما الجزار ادهاني لسه زي ما هي. طبعا الفشه هبدأ أفتح أي زوار فيها. أنا ما بحبش خالص خالص يعني الفشة تكون يعني وأنا باجي أكلها كده تكون فيها أي زور مقفول. أنا فتحت كده الزوار. تعالوا كمان يعني بصوا الكرشة معايا من كل الأنواع. عارفين القرقوشة والزور، قطعتهم 2. وهنا بقى اللي احنا بنسميه الحلويات أو السمين. افتحي برضو كل حاجة تلاقيها معاكي، افتحيها بالسكينة. يعني ما تسيبيش حاجة ما تسيبيش حاجة زي الأنبوبة أو مقفولة أو أي حاجة. بس كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه برضو. همسك بقى حتة حتة كده وبالملح والدقيق، وكمان ازود ملح كمان في الكرشة عن الملح اللي حطاه للممبار. ونبدأ بقى ظهر الكرشة نغسلها كده وندعكها، والملح خشن الدقيق معايا وهيخليها لي شمع. واي حاجة فيها من ورا او يعني الحاجات اللي بتبقى فيها ورا دي، الملح والدقيق هيطلعوها خالص، ومش هتبقى ريحتها كرشة خالص. بصوا انا كل ما الاقي حاجة مفتوحة بفتحها، مقفولة بفتحها. هنا بقى غسلت وباقي الحتة دي سايباها على كبرها كده. هبدأ افردها كده في الحوض وارش عليها الملح والدقيق، ونبدأ ندعك ندعك ندعك. يلا بقى ناخدها كده كلها على بعضها. بعد ما مسكنا حتة حتة ناخدها فمين 3 زي ما عملنا في الممبار. بصوا بصوا بقى، لا دي ما عادتش كرش ولا ريحة كرشة ولا اي حاجة. هفضي بقى شوية الدقيق اللي باقيين عندي دول بما اني خلاص خلصت، وادعك كده ونشطف ونحطها في مصفى تصطفى. هقول لكم بقى،
انت عايزه تخزني الكرشه، يعني انت غسلتيها كده ومش هتعمليها النهارده او ولا بكره، هتخزنيها تحطها في الفريزر. اوعي تدخلي الكرشه زي ما هي كده في الفريزر، هتبقى ريحتها معاكي مش حلوه. هعمل ايه؟ اجيب حله احطها على النار ونحط فيها بصل وفلفل اسود وملح، ونديها تشويحه. هتلاقوها بقى نزلت الدهون اللي فيها ونزلت الميه اللي فيها. ابدا بعد تشويحتين 3 4 كده اشيلها من الدهون دي واعبيها في اكياس، وان شاء الله تقعد معاكي سنه في التلاجة، هتلاقيها ريحتها حلوه جدا. بصوا بقى الجمال. لو عجبك الفيديو بقى تحطي لايك وتعملي اشتراك. اشوفكم على خير، مع السلامه.